راح زمن الفواتير وتخفيف الأحمال. معدن نادر في رمال مصر اسمه الثوريوم ممكن يولد الكهرباء ل60,000 سنة وببلاش. ايه الحكاية وايه القصة وهيتطبق امتى؟ كل دي أسئلة هنجاوبكم عليها، بس لازم تعرف الأول إن مصر قاعدة على ثروة نووية ضخمة جدا تعدي موضوع الغاز والبترول وغيره. لو تم استغلالها صح ممكن تغير خريطة الطاقة في الشرق الأوسط والعالم كمان. الكنز ده اسمه الثوريوم، معدن نادر موجود في الرمال السوداء عندنا، ومش أي وجود، ده احنا بنتكلم على احتياطي هو الخامس عالميا، هيخلي الكهرباء في العالم كله ببلاش. الثوريوم الذهب النووي اللي لسه على الرف. لو عمرك ما سمعت عن الثوريوم خليني اقولك ببساطة انه مش مجرد معدن نادر، ده وقود المستقبل. الثوريوم بيعتبر بديل مثالي لليورانيوم في تشغيل المفاعلات النووية، بس الفرق ان هو بينتج نفايات مشعة اقل بكتير وامن، وما بيسببش نفس المخاطر اللي بيعملها اليورانيوم، وموجود في الطبيعة بكميات اكبر ب3 مرات من اليورانيوم. طن واحد منه ممكن يولد نفس كمية الطاقة اللي بيطلعها 200 طن يورانيوم او 3.5 مليون طن فحم. ده غير ان هو مش بيتحول بسهولة لسلاح نووي، وده ميزة بتخليه خيار مثالي لكل دولة عايزة طاقة من غير صداع سياسي. والحقيقة والخبر الأجمل إن مصر بتمتلك 380 ألف طن من الثوريوم، وده رقم تقيل جدا. احنا بنتكلم عن احتياطي في نفس الفئة مع دول بتقود العالم في الطاقة النووية. والرمال السوداء اللي في رشيد ودمياط وسينا مش بس فيها ثوريوم، ده فيها كمان الزيركون والمونازيت ومعادن تانية استراتيجية بتتباع بأسعار خرافية عالميا. يعني احنا مش بس نقدر ننتج طاقة، احنا نقدر نكسب كمان من التصدير والمعادن المصاحبة. طيب ايه موقف المشروع النووي المصري؟ مصر شغالة حاليا على محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، ودي خطوة كبيرة، بس المفاعل هيشتغل باليورانيوم. طيب والثوريوم؟ لحد دلوقتي مفيش خطة واضحة لاستغلاله فعليا، وده رغم ان دول زي الهند والصين شغالة على تطوير مفاعلات بتشتغل بالثوريوم وبتحقق نتائج مبشرة. الموضوع محتاج استثمار في البحث العلمي، دعم سياسي وتعاون دولي، بس الفايدة تستاهل. فرصة اقتصادية واستراتيجية ما ينفعش تتفوت. استغلال الثوريوم مش بس هيقلل فاتورة الكهرباء، ده كمان هيدي مصر استقلال طاقة حقيقي وفرصة تصدير للطاقة أو الوقود النووي النظيف، وتوطين تكنولوجيا حديثة، وكمان خلق وظائف جديدة في قطاع التكنولوجيا والطاقة مع مكانة استراتيجية على خريطة الطاقة النظيفة عالميا. لأن الدول اللي عندها موارد زي دي بتستخدمها كورقة ضغط سياسية زي ما الخليج بيستخدم النفط والغاز. طيب ليه احنا ما نلعبش نفس اللعبة بثروتنا النووية؟ دلوقتي في شغل شغال على استخراج المعادن من الرمال السوداء، وده ممتاز، لكن خطوة الثوريوم تحديدا لسه على الهامش. عندنا شركات وطنية بدأت في البرولوس، والدولة بتبني مجمعات، بس نحتاج رؤية واضحة تدمج الثوريوم في استراتيجية الطاقة. ومهم ناخد بالنا انه رغم كل الامكانيات والامال المرتبطة بالثوريوم، لازم نعترف ان لحد النهاردة مفيش تكنولوجيا تجارية كاملة ومعتمدة عالميا قادرة على تحويل الثوريوم لمصدر طاقة نووية بشكل مباشر وفعال. المفاعلات اللي بتعتمد عليه زي مفاعلات الملح المصهور او مفاعلات الفلوريد السائل لسه في مرحلة التجريب والتطوير في دول زي الهند والصين والنرويج، ولسه ما وصلتش لمرحلة الانتاج الضخم او الاستخدام الواسع. بمعنى تاني الثوريوم معدن واعد جدا، لكن لسه العالم ما وصلش للتكنولوجيا اللي تخليه يشتغل بكفاءة على ارض الواقع. وعلشان كده استغلاله في مصر او غيرها مش هيحصل النهاردة او بكرة، لكنه ملف لازم نشتغل عليه من دلوقتي، نبحث، نطور، ندرب كوادر، ونحطه ضمن أولويات المستقبل.